انا مش عارف اقول لكم عليها ايه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اغنيه عمرو دياب الجديده، اغنيه بيوحشنا من قلبه مكانك، لسه نازله كده بقى حبه حلوين. يلا بينا. أغنية عمرو دياب الجديدة أغنية بيوحشنا من ألبوم مكانك. الأغنية مبدئيا هي من كلمات تامر حسين ومن ألحان مدين ومن توزيع أحمد إبراهيم. الأغنية دي كانت صدمة بالنسبة لي، إن هي كانت نازلة برومو بقالها فترة كبيرة على أساس إن هي سنجل هتنزل في الصيف تقريبا، حاجة زي كده، بس للأسف اتأجلت. ما كنتش فاهم سبب التأجيل ده ليه، بقالها كتير جدا سمعت ميوزك كده منها وإن هي هتنزل المفروض سنجل، وحتى ما اعرفش الاسم بتاعها كان إيه، لغاية لما اتفاجئت إن أنا أول ما سمعت أول حتة في الأغنية الميوزك أنا عرفت إن هي على طول اتاخدت للألبوم إن هي تنزل مع ضمن الأغاني. أنا شايف إن دي فكرة موفقه جدا. شايف كمان ان عمرو دياب مركز جدا في الالبوم، عامل شغل جامد جدا ان هو يعمل له اكتريه الاغاني في الالبوم. احمد ابراهيم موزع موهوب وكمان ملحن شاطر، بيعرف دايما يعمل الموازنه ما بين اللحن والتوزيع، مع ان في الاغنيه دي هو عامل التوزيع بس انا بقول لكم بشكل عام هو موهوب جدا في الحاجتين دول مع بعض. انا بالنسبه لي احمد ابراهيم هو عنصر قوي جدا في الالبوم بتاع عمرو دياب، ده غير امير محروس هو اللي عامل الميكس والماستر بتاع الالبوم. بجد هو عبقري، يعني امير محروس من الناس الكريتيف جدا في شغلهم، ومن الناس اللي هي عارفه بتعمل ايه، راجل ما بيهزرش في شغله. انا شايف ان الالبوم معمول فيه اشكال موسيقيه كتير جدا، منهم الاغنيه دي. الاغنيه دي اولا الموسيقى بتاعتها مش عارف اقول لكم عليها ايه، حاجه كده من العيار التقيل لعمرو دياب. شايف ان هو عامل فيها شغل قوي جدا. من حيث الكلمات تامر حسين عامل فيها ابداع كبير، حتى كلمه الاستخدام بتاعت اللي هي الرؤيه دي على فكره صعبه قوي تتقال في اغنيه، دي صعبه شويه. شايف ان هو استخدمها تامر حسين بطريقه حلوه قوي في تكرار الكوبليه اللي كان بيتقال كذا مره. الاغاني اكتريتها احلى من بعض، يعني في اغاني كتير انا حرفيا مش عارف مين فيهم احلى من اللي قبلها. الاغنيه دي كانت واحده منهم، من الاغاني اللي كانت شدتني جدا وانا بسمعها، ولدرجه ان انا سمعتها كذا مره وعدتها كتير. من ضمن الاغاني اللي انا ما مليتش منها الدخله بتاعت الميوزك لوحدها جامده طبعا، مع دخله عمرو دياب الاولانيه فالقفله كانت تحفه. بالنسبه لي الاغنيه شايف ان هي قوتها كمان بعد الكلمات كانت الالحان. مدين ملحن كبير وملحن شاطر، وانا بحب شغله جدا، انا بحب له شغل كتير جدا مع مطربين كمان كتير تانيين، مش شرط عمرو دياب بس هو ملحن تقيل، وشايف ان هو محتاج يزود رصيد شغله اكتر من كده مع عمرو دياب، ان هو ملحن مش سهل خالص يا جماعه. بالنسبه لي الموزع طبعا احمد ابراهيم، يعني انا مش عارف اقول عنه ايه اكتر من ان هو موزع عبقري، وانا شخصيا بحترم جدا الراجل ده وبقدر الشغل اللي هو بيعمله. مش سهل، هو فعلا بيتعب على الشغل اللي هو بيقدمه، مش من النوع اللي هو ممكن مثلا يعمل اغنيه كده وخلاص انا بعمل اغنيه مع عمرو دياب فقشطه انا ممكن اعمل اي حاجه. لا، هو مش كده خالص، وده واضح وملحوظ في اكتريه الاغاني اللي هو شغال عليها السنه دي مع عمرو دياب. الاغنيه اقدر اقيمها وادي لها 8 من 10. شايف ان الاغنيه هتعيش وهتتسمع كتير، من الاغاني اللي هتبقى هيت الالبوم. كميه ميكس رهيب ما بين الكلمات والالحان والتوزيع، خصوصا كمان التوليفه الحلوه جدا وفريق العمل القوي جدا بتاع الاغنيه. مش بيقدموا الحاجه لمجرد ان هم مثلا شغالين مع مطرب كبير فان هم يعملوا اي شغل وخلاص ينزل. شايف كمان ان عمرو دياب عامل ميزه كويسه جدا ان هو منزل الالبوم كله مره واحده، فدي حاجه احنا كنا مفتقدينها بقالها كتير، ان احنا نسمع البوم ينزل مره واحده، غير ان هو ينزل كل فتره اغنيه او كل مثلا اسبوعين. البرومو اللي نزل كان تشويقي، كان كويس. انا شايف الاغنيه بشكل عام كانت اقوى حاجه فيها كانت الكلمات، التوزيع كان كويس جدا جدا من احمد ابراهيم وكان قوي، الالحان كانت معموله بشكل كويس من مدين. شايف ان هم 3 عناصر قويه جدا مع بعض عملوا اغنيه جامده جدا لعمرو دياب. شايف الاغنيه من الاغاني المتكامله، خصوصا المزيكا، التوزيع كان قوي جدا جدا من احمد ابراهيم. انا عايز اعرف رايكم في الكومنتات، قولوا لي كل رايكم، والاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده. ده اللي كان عندي النهارده. لو انت لسه جديد بتشوف اشترك وفعل زر الجرس، اعملوا لايك عشان تشوفوا محتوى قدام اكتر واكتر، وشارك في كل مكان لكل اصحابكم. ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. سلام.